ليفل 9 وهو عن التنسز او الازمنه، والليفل ده اهم ليفل في الكتاب كله واهم حاجه في الانجليزي كله. ويا ريت يا ريت ما نبتديش نسمعه وندرسه غير لما نتقن الثمانية ليفلز اللي فاتوا. وعلى فكره كل الليفلز اللي بعد كده معتمده على الليفل ده. هنقرأ بالنسبة للأزمنة سنكتبهم كلهم مع بعض في الجدول اللي جاي ده ثم نشرحهم كلهم مع بعض، وذلك للسهولة ولمقارنة كله ببعض وبالتالي إتقانهم أكتر وفهمهم طبعا أكتر وأحسن. وللسهولة أكتر سنأخذ من البروناونز معهم كلهم في هذا الجدول التالي I بس، هناخد I بس في البروناونز، وبعد كده طبعا أي واحد فهم الليفلز الثمانية اللي فاتوا هيقدر يكرر نفس الحكاية مع أي بروناون تاني. ثم نستخدم بقية البروناونز مع بعض التطبيقات. بنقول وبرجاء الاهتمام بفهم وحفظ هذا الباب الفصل تماما لأنه هام جدا في المحادثات الكونفرسيشنز وبالتالي يعني في الحياة بصفة عامة، ولأنه مبني عليه كل الأبواب التي تليه في هذا الكتاب، وبالتالي أغلب الإنجليزي مبني عليه. ولا ننسى بل دايما نذكر اننا دائما سنختصر بعض الكلمات كالآتي: البريزنت هتبقى PR نقطة، الباست PA نقطة، الفيوتشر FU نقطة، الباست بارتيسيبل PP، والباست بارتيسيبل زي ما قلنا E10 في آخر الفصل اللي فات. وفي جداول فيها الباست بارتيسيبل بتاع كل الفيربات أو أغلبها ابتداء من صفحة 52. ويبقى الباست بارتيسيبل هنختصره بPP، والسيمبل هنختصره بS ونقطة. طبعا الباست بارتيسيبل P نقطة P نقطة، السيمبل S نقطة، الكونتينيوس CONT نقطة، البيرفكت PERF نقطة، وكلمة فيرب هنختصرها بV نقطة. وبنقول ملحوظة: ستجد جداول فيها الباست بارتيسيبل بتاع أغلب أو كل الفيربات ابتداء من صفحة 52. طيب دلوقتي نركز تماما علشان نفهم التنسز لأن زي ما قلنا ده جزء مهم جدا. نبص للجدول ده كده، طبعا الخانة اللي فوق واخدة الجدول كله بالعرض كله مكتوب عليها تنسز اللي هي الأزمنة. خلاص ما ننساش ان كلمة تنسز معناها أزمنة. طيب الجزء اللي على الشمال زي ما قلنا فيه 4 حاجات: simple وcontinuous وperfect وperfect continuous. الأربعة دول في الخانة اللي بعدها كل واحد فيهم مكتوب عليه PR اللي هي present وPA اللي هي past وFU اللي هي future. يبقى عندنا 4 على الشمال كل واحد فيهم في 3، يبقى 4 في 3 ب 12 tense، عندنا 12 tenses. طيب نرجع تاني على الشمال، كلمة simple يعني بسيط زي ما شرحناه في آخر الليفل اللي فات. تكوين الجملة في السيمبل تنس بسيط جدا سواء في البريزنت او الباست او فيوتشر. طيب الكونتينيوس معناه مستمر يعني في استمرارية، وبيتركب زي ما احنا شايفين من فيرب بي، الفي نقطة دي يعني فيرب بي زائد الشرطتين دول او الشرطة دي يعني الفيرب في اخره ING. وهنشرح كل ده بالتفصيل اكتر بعدين. البيرفكت معناه تام يعني تم انتهى، وبيتكون اهو زي ما احنا شايفين على الشمال في الجدول من verb have plus ال PP اللي هو ال past participle. واخر حاجة البيرفكت continuous في الخانة اللي على الشمال في الجدول من تحت بنقول البيرفكت continuous طبعا بيرفكت تام وكونتينيوس مستمر يعني كان مستمر وتم او على وشك الانتهاء يعني. هنشرح ده بالتفصيل. فالمهم بيتكون من verb have زائد كلمة been زائد الشرطة دي معناها الفيرب اللي بنستخدمه في آخره ING. verb have اهو زي البيرفكت، وبين الباست participle بتاع verb be زي الكونتينيوس وزي البيرفكت في نفس الوقت، والING في آخر الفيرب زي الكونتينيوس. يبقى هو بيتكون ببساطة خالص من الكونتينيوس والبيرفكت. اللي هيفهم الكونتينيوس والبيرفكت هيقدر يفهم البيرفكت كونتينيوس بسهولة. طيب نمسك الخانة اللي على اليمين اللي هي واخدة أغلب الجدول. بنقول جملة في السيمبل بريزنت، أول جملة فوق تحت كلمة تنسز جملة في السيمبل بريزنت. I eat أنا باكل، أهي بسيطة خالص ما فيهاش أي مشكلة.
واللي بين قوسين دول دايما في الجدول ده اللي هم الكي ووردز. وقلنا كي ووردز، ووردز يعني كلمات، كي يعني مفتاح، يبقى كي ووردز الكلمات المفتاح، يعني الكلمات اللي بتفتح لي تنس معين. يعني مثلا في اول جمله هي الاي ايت، لما بقول every day ممكن اقولها I eat every day، يبقى معناها انا باكل كل يوم. طالما هستخدم كل يوم كلمه كل يوم دي، يبقى هستخدم التنس بتاع السيمبل present. يبقى ممكن اقول انا جمله بسيطه خالص I eat every day، انا باكل كل يوم. ومثلا لو هستخدم الكي وورد اللي هي sometimes، ممكن اقول I sometimes eat meat، انا احيانا باكل لحمه. sometimes احيانا. I sometimes eat meat، برضو ده جمله في السيمبل present. طيب السيمبل past I ate، انا اكلت. ممكن اقول I ate yesterday at 10 o'clock، انا امبارح اكلت على الساعه 10، ده برضو في الماضي لكن بسيط simple past. وممكن اقول I ate last night، انا اكلت الليلة اللي فاتت. طبعا الليلة اللي فاتت ده برضو key word للتنس بتاع الباست simple. وهكذا ممكن استخدم اي key word تاني. يبقى فهمنا فكرة الكي ووردز، عشان دلوقتي هنركز بقى في شرح التنس نفسه. يبقى كل اللي بين قوسين في ال 12 حالة دول كي ووردز بتستخدم مع التنس ده. والحقيقة احيانا بعض الكي ووردز ممكن تستخدم مع اكتر من تنس، زي always في البريزنت سيمبل، ممكن استخدمها برضو في الباست سيمبل. I always ate مثلا milk when I always ate meat، لحمة when I was there، انا كنت دايما باكل لحمة لما كنت هناك. فيعني المهم ان في بعض الكي ووردز ممكن تستخدم مع اكتر من تنس. وزي ما احنا عارفين طبعا دايما ان اي قاعدة ليها استثناءات، وممكن الحاجات كلها بتتداخل في بعض. فيبقى اول tense اللي هو السيمبل present، الجملة الفوقانية I eat، انا باكل. السيمبل past I ate، انا كلت. السيمبل future برضو I shall eat، انا هاكل. ودي شرحناها في اخر الليفل اللي فات، وشرحناهم كمان في الليفلز الاولانيه. فبالنسبه للسيمبل تنس اعتقد ان ما فيهوش اي حاجه في الثلاث حالات بتوعه. طيب نخش بقى في الكونتينيوس. الكونتينيوس برضو سهل بسيط جدا. افكركم بالخانه اللي على الشمال، الكونتينيوس معناه مستمر، في استمراريه، وبيتكون اهو من فيرب بي زائد بنحط ing في اخر الفيرب. فمثلا في present continuous بقول I am eating now، بدام now يبقى على طول continuous present continuous، يعني انا باكل دلوقتي اهو، مستمر في الاكل، انا عمال باكل اهو دلوقتي، لان continuous معناها مستمر، انا عمال باكل دلوقتي I am eating now. او I am studying nowadays، انا بذاكر الايام دي، انا هو عمال مستمر في المذاكرة الايام دي، وهكذا. طيب الباست نفس الحكاية، خلوا بالكم ده past continuous، يعني حاجة في الماضي وكانت مستمرة. كانت مستمرة امتى؟ اثناء فعل اخر او اثناء وقت معين. يعني امبارح الساعة 10 انا كنت باكل، او امبارح اثناء ما هو كان بيذاكر انا كنت باكل. I was eating، انا كنت عمال اهو باكل، كان في استمراريه في الاكل في الوقت المعين ده او اثناء حدوث شيء معين. ونفس الحكايه في الفيوتشر كونتينيوس I shall be eating، انا هكون باكل بكره على الساعه 10 او اثناء ما هو بيعمل الحاجه الفلانيه. يبقى سهل كده الكونتينيوس. I am eating now، انا باكل دلوقتي. I was eating at 10 o'clock yesterday، انا كنت باكل امبارح الساعة 10، انا هاكل بكرة الساعة 10. ادي دي المقارنة بوقت. طب نقارنها بفعل تاني. طبعا I am eating now اوكي، يعني في present continuous بتتقارن بالوقت الحالي او الايام الحالية او النهاردة او كده. لكن في الباست والفيوتشر قلنا I was eating yesterday at 10 o'clock، ممكن اقول I was eating yesterday while he was studying. اهي كلمة while ده key word،
انا كنت باكل امبارح، عمال مستمر في الاكل اثناء ما هو كان بيذاكر. وبرضو بكرة I shall be eating when you come. انا هكون بكرة باكل I shall be eating tomorrow when you come. بكرة هكون انا عمال اكل لما انت هتيجي بكرة. يبقى سهل كده فهمنا الكونتينيوس. في استمرارية سواء دلوقتي او امبارح او يعني في الماضي، سواء الشهر اللي فات، امبارح، الاسبوع اللي فات، من سنة، ايا كان الماضي. في استمرارية في الماضي اثناء وقت معين او اثناء حدوث شيء معين، وفي برضه استمرارية في المستقبل سواء بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة، اثناء وقت معين او اثناء حدوث شيء معين. الوقت ده ممكن يكون ساعة معينة وممكن يكون شيء بياخد ايام برضه. ويبقى تاني كده نحلل كل جملة في الكونتينيوس. present continuous بيقول I am eating. الام دي اللي هي verb be في البريزنت، والايت ضفنا لها ing. يبقى فهمنا ازاي يعني present continuous بيتكون من verb be زائد ing في اخر الفيرب. الفيرب eat حطينا له ing وقبله حطينا verb be. طالما احنا في present continuous يبقى نحط verb be في present حسب البروناون. I am eating. لو he هتبقى he is eating وهكذا. في past continuous برضو I حطينا I بتاخد was في verb be في الباست، و eating هي بالظبط. verb eat حطينا له ing. ما حدش يقول I was eating. ate الباست بتاع eat، لكن طالما هنضيف ing يبقى eat بتفضل زي ما هي وما بتاخدش برضو s حتى لو حطينا he او she او it. يعني ممكن اقول he was eating برضو. الفيوتشر هو I shall be eating. اهو I shall طبعا I في الفيوتشر بتاخد shall، وبعد shall بيجي verb be، لكن طبعا بيجي في المصدر بتاعه اللي هي كلمة be، وبعدين eating هي زي الباقي كله. يبقى فهمنا يعني ايه continuous، معناه مستمر وفي نفس الوقت بيتكون من verb be زائد ing في اخر الفيرب. سهل. طيب هنخش في البيرفكت. البيرفكت اسمه او معناه تام. كلمة بيرفكت معناها تام، يعني تم، يعني انتهى او على وشك الانتهاء حسب الكيورد اللي بيستخدم، وبيتكون من verb have زائد الباست participle. فمثلا في present perfect I have eaten. I تاخد have اهو verb have، و eaten هي الباست participle بتاع verb eat. I have eaten، وكل اللي بين قوسين دول keywords. ممكن اقول I have already eaten. انا خلاص اكلت بالفعل يعني، بس لسه مخلص. ممكن اقول I have just eaten. اهي just دي ادتني معنى التأكيد ان انا لسه مخلص. وممكن اقول بقى I have almost eaten، يعني انا خلاص اهو على وشك ان انا خلص، باخد في اخر لقمة مثلا. ف I have almost eaten، و nearly زيها I have nearly eaten. لما اجي احط في النيجاتيف، في النيجيشن، في النفي، ممكن اقول I haven't، I have not يعني eaten yet. yet بتستخدم في ال present perfect في النفي. I haven't eaten. وممكن ever او never. I have never eaten meat. انا عمري ما اكلت لحمة. I have never eaten meat. ولو he هتبقى he has، طبعا he has never eaten meat. لو they هتبقى they have never eaten meat، وهكذا. ممكن ابدل بقى كل البرونونز زي ما احنا عايزين. ولو هعمل سؤال مثلا، واحد هيروح سائل التاني بيقول له have you ever. هنا ever برضو يعني في كل حياتك، هل عمرك في حياتك اكلت لحمة؟ have you ever eaten برضو meat، وده يبقى سؤال. احنا عارفين ان السؤال دايما بنجيب الفيرب سواء فيرب be او have او do قبل البرونون. يعني في العادي I have eaten. في السؤال هتبقى have you eaten. وممكن لو هنضيف keywords have you ever eaten كذا meat مثلا، وهكذا. او لو في السؤال برضو ممكن استخدم yet. have you eaten your lunch yet؟ هل كلته ولا لسه؟ اوكي، يبقى احنا كده فهمنا ال present perfect، حاجة لسه منتهية، لسه تم حالا او على وشك الانتهاء.
وشفناها في النيجاتيف بمعناها ايه، وشفناها في الكويستشنز بمعناها ايه. نفس الحكايه في الباست والفيوتشر. الباست بيرفكت بقول I had eaten، طبعا had هي verb have في الباست، وeaten الباست participle برضو بتاع verb eat، يبقى I had eaten. لو هي هتبقى he had برضو eaten و they had eaten. يبقى برضو زي ما في الكونتينيوس قلنا الباست كان الباست والفيوتشر يعني بيبقوا مستمرين اثناء فعل اخر او وقت اخر، برضو في البيرفكت الباست والفيوتشر بيكونوا لسه منتهيين او على وشك الانتهاء اثناء فعل اخر او وقت اخر. يعني هنا في الباست بيرفكت بقول I had eaten before، اهي كي وورد before 10 o'clock، انا كنت لسه مخلص اكل على 10 o'clock. اوكي I had eaten before 10 o'clock او I had eaten before he came، انا كنت لسه مخلص اكل قبل ما هو جه، قبل ما هو يجي يعني. نفس الحكايه في الفيوتشر I shall have eaten، الكي وورد ممكن by، وممكن استخدم طبعا tomorrow او next week. tomorrow I shall have eaten by 10 o'clock، يعني بكره انا هكون مخلص على الساعه 10، فانت لو عايز تجي لي تعالى لي على 10 مثلا. tomorrow I shall have eaten my breakfast by 10 o'clock، أو I shall have eaten my breakfast before you come، أنا هكون خلصت أكلي قبل ما أنت تيجي. طبعا ما بقولش before you will come، هي بتتقال before you come. tomorrow I shall have eaten before you come. اوكي سهلة. وطبعا لو هي هتبقى he will have eaten، لأن will و shall بيجي بعدهم المصدر، والمصدر بتاع verb have هو have سواء مع he أو I أو كده. he will have، ما بقولش he will has، he will have eaten. tomorrow he will have eaten before I go to him، قبل ما اروح له هيكون خلص اكل. اوكي يا جماعه، يبقى نلاحظ في الثلاثه دول في eaten زي ما كان في الثلاثه بتوع الكونتينيوس في eating، هنا الثلاثه دول فيهم eaten اللي هي الباست participle، والايتنج اللي هي في الكونتينيوس الفيرب واخره ing. الكلام ده سواء في البريزنت او في الباست او في الفيوتشر. قبل ما نخش في البيرفكت كونتينيوس هعيد بسرعة على الكونتينيوس والبيرفكت، لأن إذا فهمناهم كويس هنفهم البيرفكت كونتينيوس. هعيد بسرعة خالص. الكونتينيوس بيتكون من فيرب بي بلس الاي ان جي في آخر الفيرب، أما البيرفكت بيتكون من فيرب هاف زائد الباست بارتيسيبل. ممكن أشكل مع البروناونز زي ما أنا عايز. البريزنت البروناون في البريزنت ياخد present، وفي الباست ياخد past، وفي الفيوتشر ياخد shall أو will زائد الفيرب في المصدر بتاعه. الكي ووردز بتساعدني في فهم بعض الأمور. الباست والفيوتشر سواء في الكونتينيوس أو في البيرفكت بيبقوا متقارنين بفعل آخر أو بوقت آخر. أوكي؟ طيب نخش في البيرفكت كونتينيوس. البيرفكت كونتينيوس عبارة عن الكونتينيوس والبيرفكت، بيتكون من فيرب هاف اهو زائد بين اللي هي الباست بارتيسيبل بتاع فيرب بي زائد الفيرب في الاي ان جي، يعني بالظبط تشكيله من الكونتينيوس ومن البيرفكت. طيب معناه ايه بقى؟ هنشوف في البريزنت مثلا. البريزنت بيرفكت كونتينيوس بقول ايه؟ I have been eating، I خدتها اهو فيرب هاف، وبعدين البين دي ثابته وايتنج ثابته. الاي ان جي لازم مع ايت، طبعا مع ايت ثابته، لكن ممكن اقول درينكينج لو اي فيرب تاني غير ايت، لكن طالما بستخدم فيرب ايت هنا هتبقى ثابته. البين والايتنج ثابتين هم في الثلاث حالات present past وفيوتشر. I have been eating for keyword for I have been eating now for مثلا 10 minutes، انا عمال اهو مستمر في الاكل وخلصت اكل حالا ادي لي 10 دقايق. وممكن اقول since I have been eating since 10 o'clock، انا عمال اكل دلوقتي مثلا 10 وربع، انا عمال اكل من الساعة 10، يبقى عرفت مدة الاستمرارية مثلا ربع ساعة. او I have been eating for 15 minutes، برضو عرفت مدة الاستمرارية الربع ساعة. يبقى في مدة استمرارية زي الكونتينيوس، وفي انتهاء. الانتهاء سواء الفعل او انتهاء الوقت،
I have been eating. انا عمال كنت مستمر في الاكل وممكن اكون خلصت دلوقتي. وممكن I have been eating for مدة معينة ولسه على وشك الانتهاء مثلا. اوكي، نفس الحكاية في الباست والفيوتشر. I had been eating yesterday for 10 minutes before he came. انا كنت عمال اكل امبارح اديلي 10 دقايق قبل ما هو جه. ما هي before اهي برضو من ضمن الكي ووردز زي ما كانت في الباست بيرفكت. احنا قلنا في كي ووردز مشتركة، وفور 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 مشتركة هم في الثلاثة بتوع البيرفكت كونتينيوس وهكذا. يبقى yesterday I had been eating for مثلا 15 minutes before he came. انا كنت عمال اكل اديلي 15 دقيقة لغاية ما قبل ما هو يجي. نفس الحكاية في الفيوتشر. tomorrow I shall have been eating for 15 minutes when you come. او مثلا عشان نوضحها اكتر they will have been praying for an hour when we go. يعني لما احنا هنروح الكنيسة مثلا او هنروح نصلي هناك معاهم هيكونوا هم اديلهم 15 دقيقة اديلهم ساعة بيصلوا. they will have been praying يصلوا for an hour when we go. هيكونوا هم عمالين بيصلوا اديلهم ساعة لما احنا نروح. ده لو انت عايز تروح على الوقت ده، لكن لو انت عايز تحضر الصلاة من اولها يبقى نروح قبلها بساعة وهكذا. ادي المقصود بالبيرفكت كونتينيوس، في استمرارية وفي تحديد للزمن. طيب هنقرأ الملاحظات وهي نوع من المراجعة للي احنا قلناه. بنقول من الضروري جدا حفظ هذا الجدول لأنه سيفيد كثيرا جدا. ونلاحظ أننا عندنا 12 زمن 12 tense اللي هم السيمبل والكونتينيوس والبيرفكت والبيرفكت كونتينيوس، وكل واحد من هؤلاء الأربعة فيه present وpast وfuture، وبجوار كل واحد بعض الكلمات بين قوسين تسمى الكي ووردز، وهي الكلمات التي تساعد في تكوين هذا الزمن. بالنسبة للسيمبل هو بسيط، ليس فيه أي تعقيدات ولا أي شروط لتركيبه ولذلك سمي بسيط. أوكي. الكونتينيوس بقى هو المستمر، أي أنه فعل مستمر في البريزنت في الوقت الحاضر الآن، أو كان مستمر في الباست أثناء حدوث فعل آخر أو أثناء وقت معين، أو سيكون مستمر في الفيوتشر برضو أثناء حدوث فعل آخر أو أثناء وقت معين، ويكون تركيبه بفيرب بي ثم الاي ان جي في نهاية الفيرب مثل am eating. طيب البيرفكت وهو التام وهو فعل بيتم او بين قوسين يعني بينتهي او على وشك الانتهاء برضو الان، او تم او انتهى يعني، او كان على وشك الانتهاء في الماضي بالمقارنة بفعل اخر او وقت معين، او سيتم سينتهي او سيكون على وشك الانتهاء في المستقبل بالمقارنة بفعل اخر او وقت معين، ويكون تركيبه بفيرب have ثم الباست participle ومثل I have eaten. طيب البيرفكت كونتينيوس هو التام المستمر، تام ومستمر، وفيه بنعرف طول مدة استمرار الفعل وبداية أو نهاية هذه المدة. في البريزنت ما هي مدة استمراره إلى الآن برضو، أو متى بدأ. زي ما قلنا I have been eating for 10 minutes أو since كذا أو متى بدأ. وفي الباست والفيوتشر زي بعض مدة استمراره من أو إلى حدوث فعل آخر أو وقت معين، وبيكون تركيبه زي ما قلنا بفيرب هاف وبعدين بين ثابتة وبعدين الاي ان جي في نهاية الفعل زي have been eating. نقلب الصفحة. ده homework. Complete the table using drink and one key word in each sentence. هتستخدم drink بقى بدل eat كنوع من التمرين، وهتستخدم أي key word في كل جملة أو في كل tense زي ما أنت عايز. فباخد مثال هو نفس الجدول اللي على الشمال الأربعة، وكل واحد فيهم فيه الثلاثة present و past و future. هنا أنا حطيت لك pronouns مختلفين كنوع من التمرين زيادة، وبعدين أنت تكون الجمل وتحط الكي وورد اللي تعجبك. المفروض تكون حفظت الجدول في الصفحة اللي فاتت بكل الكي ووردز، لكن طبعا عمر ما الحفظ لوحده بدون تمرين أو ممارسة يثبت المعلومات أو يديك الإحساس بالشيء. طيب بنقول في السيمبل present على سبيل المثال they always، أنا خدت الكي وورد always، they always drink water، هم دايما بيشربوا مية.
طيب eat مع drink. في الباست ممكن احط الكي وورد مثلا yesterday. yesterday ممكن احطها في الاول لو حبيت يعني، وممكن احطها في الاخر برضو yesterday. yesterday it drank milk. امبارح هي شربت. الباست بتاع drink drank، والباست participle بتاع drink drunk باليو بدل الاي. drink drank drunk. yesterday it drank milk. امبارح القطة دي مثلا شربت لبن. طيب في الفيوتشر we بتاخد shall، يبقى ممكن اقول tomorrow we shall play football. احنا في drink سوري. tomorrow we shall drink milk. بكرة هنشرب لبن. او we shall drink milk tomorrow morning. بكرة هنبقى نشرب لبن بكرة الصبح. وهكذا اعتقد ان انتم ممكن تكملوا بقية الجدول زي في الصفحة اللي فاتت بالظبط. طيب الآن الجزء اللي جاي سنأخذ أمثلة عن كل زمن في جداول أخرى مع بقية البرونونز أو على هيئة أسئلة وأجوبة لتوضيح كل التفاصيل بقدر الإمكان. بالنسبة للسيمبل خلاص احنا شرحناه أكتر من مرة وهو سهل نفسه. بالنسبة بقى للكونتينيوس، هنا الجدول ده كله للكونتينيوس بس في البريزنت والباست والفيوتشر ومع كل البرونونز. بقول في البريزنت I am eating، حطينا am verb be والاي ان جي في اخر eat. طيب you في البريزنت تاخد are في verb be وبعدين eating هي. خلوا بالكم eating ثابته بقى مع كل البرونونز وفي البريزنت وفي الباست وفي الفيوتشر. eating دي ثابته. verb be بيتغير حسب التنس وحسب البرونون. التنس present يجي مع I am ومع you are ومع he she و it is ومع الباقيين are. في الباست I هتاخد was و you were وهكذا. وفي الفيوتشر I و we بياخدوا shall والباقي will زي ما قلنا. ودايما تاني بعد الشال والويل بيجي المصدر بتاع verb be اللي هو كلمة be. اعتقد الموضوع سهل جدا. نقرأ ونقول مثلا I am praying now. أنا بصلي الآن، يبقى ده على طول present continuous. They were playing yesterday when I met them. هم كانوا بيلعبوا امبارح. أهو ده الجزء الأولاني من الجملة، ده past continuous. were past و playing continuous يبقى past continuous. yesterday when I met them. when I met them ده past simple. الجزء الثاني من الجملة ده past simple. طيب she will be walking tomorrow when you come. هي هتكون اهو future continuous بقى will be walking tomorrow when you come. طبعا هنا when you come دي لوحدها present simple، لكن عشان مفهوم من الجملة كلها انها في المستقبل فبتعتبر الى حد ما future simple، لكن مش دي موضوعنا دلوقتي. موضوعنا احنا بنتمرن على ال continuous. طيب هنعمل اسئلة واجوبة من اللي فات ده، الثلاث جمل اللي فاتوا. اول جملة بقول I am praying now، فلما يجي واحد يسألني يقول لي are you praying now، هرد عليه مرة بيس ومرة بنو. هقول له yes I am او yes I am praying now او no I am not او no I am not praying now. طيب تاني جملة هنعملها سؤال، فبنجيب الوير قبل ازاي، فبتبقى were they playing yesterday when you met them. وهكذا اعتقد انكم ممكن تكملوا قرايه. ولفهم المستمر اكتر نكرر ما قلناه في الصفحه السابقه صفحه 47، وهي ان الكونتينيوس المستمر. الكونتينيوس هو المستمر، اي انه فعل مستمر الان في البريزنت، او كان مستمر في الباست اثناء حدوث فعل اخر او اثناء وقت معين، او سيكون مستمر في الفيوتشر اثناء حدوث فعل اخر او اثناء وقت معين، ويكون تركيبه بفيرب بي ثم الاي ان جي في نهايه الفيرب زي ام ايتنج. دي قلناها بالظبط المره اللي فاتت وقلناها كذا مره، المفروض تكون اتحفظت. الصفحه اللي بعدها بناخد هومورك، بنعمل جدول زي اخر جدول فات بتاع كونتينيوس بس، اعتقد سهل جدا تكملوه. طيب نوتة بين ملحوظه، the present continuous is also used for the near future. ال present continuous برضو ممكن يستخدم في النير future زي going to. فاكرين لما اتكلمنا عن going to
especially with verbs of movement like go و come و leave. أحمد is coming here next week. يعني أحمد جاي هنا الأسبوع اللي جاي، جاي من السفر مثلا الأسبوع اللي جاي. و they are leaving for USA on Friday. هم هيسافروا لأمريكا يوم الجمعة. يبقى مع الverbs go و come و leave ال present continuous بيبقى زيه زي going to، زيه في المعنى، لكن طبعا going to ال ing دايما بتبقى go. يعني أحمد is coming here next week، ممكن نقول أحمد is going to come next week، لكن بيبقى في فروق بسيطة جدا ما بينهم، لكن مش وقته ده، دي حاجات هتيجي مع الوقت ومع الممارسة. يجب ملاحظة أنه توجد بعض الأفعال الverbs التي لا تأتي في الكونتينيوس، أي لا نضيف لها ing، ومنها like أو love. ما بقولش مثلا، ممكن أقول I love you، أنا بحبك أو بحبك، لكن ما بنقولش I am loving you. صحيح أنا بحبك دلوقتي وفي استمرارية في الحب، لكن الفيربات دي كلها ما بنحط لهاش ing، ما بتتحطش في الكونتينيوس، لا في البريزنت ولا الباست ولا الفيوتشر كونتينيوس. فمثلا I like it، I love you، I believe in this أو كذا، كل الفيربات دي ما بتجيش في الكونتينيوس. ولا بد أن نذكر ما قلناه من قبل، وهو أنه عند إضافة ال ing لفعل ينتهي ب e بنحذف ال e، مثل write بتحول ل writing. وعند إضافة ing لفعل ينتهي بحرف ساكن قبله vowel بنضاعف الحرف، زي get تبقى getting. آخر نقطة في الكونتينيوس بنقول في الباست continuous ممكن يكون الفعلين في الكونتينيوس tense. While he was reading the children were playing. أثناء ما هو كان عمال هو يقرأ، في استمرارية في القراية، الأولاد كانوا عمالين يلعبوا، كان في استمرارية برضو في اللعب. وأعتقد دي بسيطة ومفهوم. طيب هنخش بقى على البيرفكت. برضو البيرفكت المفروض سهل وتفهم، لكن كنوع من التمرين الزيادة دلوقتي الجدول اللي جاي ده كله عن البيرفكت في البريزنت والباست والفيوتشر. بقول I have eaten. كلمة eaten هتتكرر في كل البروناونز في كل الثلاثة البريزنت والباست والفيوتشر بيرفكت. ادي eaten انتهت. فيرب have هو اللي هيختلف حسب البروناون وحسب التنس. في البريزنت يا have يا has، في الباست كله had، في الفيوتشر بعد shall وwill كله have. اوكي، والجدول التالي كنوع من التمرين عليه. طيب والعمل أسئلة وأجوبة بفيرب have أهو، برضو بنقول have you prayed yet، هو أنت صليت ولا لسه؟ فبنجاوب yes I have already prayed و no I haven't prayed yet، ونقرأ الباقيين. وبرضو نكرر الجزء بتاع صفحة 47 نقراه هنا أهو، هو نفسه اللي كان في آخر صفحة 47 عن البيرفكت. وبالنسبة للبيرفكت كونتينيوس نفس الحكاية، الجدول ده كله على البيرفكت كونتينيوس في البريزنت والباست والفيوتشر مع كل البروناونز. طبعا been و eating ثابتين مع كل البروناونز وفي كل البريزنت والباست والفيوتشر بيرفكت كونتينيوس. اللي هيتغير have و has في البريزنت، وhad مع كله في الباست، وhave بعد shall و will مع كله في الفيوتشر. والجدول ده عشان نتمرن عليه. وبرضه ممكن نعمل أسئلة وأجوبة بالبيرفكت continuous. فبنقول على سبيل المثال have you been playing here since 5 o'clock؟ هو أنت عمال تلعب هنا من الساعة 5؟ yes I have been playing here since 5 o'clock. أو no I haven't been playing here since 5 o'clock. I have been playing just for half an hour. أنا لا يا بابا مثلا أنا مش بلعب من 5، ده أنا دوبك أديلي نص ساعة. وممكن بقى في الباست بيرفكت continuous السؤال اللي بعده، والسؤال اللي بعده كمان في الفيوتشر بيرفكت continuous. وبنكرر برضو الجزء اللي كان مكتوب في صفحة 47. اقروا الجزء ده كله وبعدين اعملوا واجب أسئلة مشكلة بقى من كل التنسز. answer the questions with yes and no. هنا is he drinking water now؟ ده على طول يبقى present continuous. is he drinking water now؟ الكيورد now، ودرينك فيها ing مع is، بس is جت في الأول عشان ده سؤال، فيبقى ده verb be plus ing في آخر الverb، فيبقى ده على طول present continuous. وناو دي الكيورد بتاع present continuous. هجاوب مرة بيس yes he is drinking water now، أو no he is not drinking water now. برضو الأسئلة اللي جاية دي تجاوبوها، المفروض انكم تكونوا فهمتوا
اللي فات كله. conjugation of verbs تصريف الأفعال، وهي إما بنتصرف الفيرب طبعا مع البروناونز وفي البريزنت والباست والفيوتشر، يا إما هنا كمان تصريف الأفعال في الباست وفي الباست participle. والجزء الأخير هنا قدامنا بنقول في صفحة 51 بنقول هنا نجد الأفعال المنتظمة الريجولار فيربس هي اللي بتاخد دي أو دي اي دي أو اي اي دي في التصريف الثاني والثالث اللي هم الباست والباست participle، مثل pray prayed prayed أو ده regular verb. وبرضو يوجد الأفعال الغير منتظمة ال irregular verbs وليس لهم قواعد في تصريفهم، وذلك مثل eat ate eaten. طبعا هنا eaten هي الباست participle و ate هو الباست، فبنلاحظ ان الشكل مختلف تماما عن الأصل اللي هو الإيت. وبالنسبة لpray prayed هي الباست وهي نفسها الباست participle، عشان كده تسمى regular verbs ان الباست هو نفسه الباست participle. يعني بالصفحة بنقول the following is a table of conjugation of some regular verbs، بعض irregular verbs. ونلاحظ انه متقسم على اتنين، يعني اتنين هو نفس الشمال هو نفس اليمين، كلهم regular verbs وماشي طبعا بالترتيب الأبجدي A، وبعدين عشان ما فيش فيربات هنا في B فدخلنا على C والD وهكذا، وبعدين الجزء اليمين برضو H وبعدين L M وبعدين P وهكذا. وكل نص هو بالظبط في البريزنت وبعدين المعنى وبعدين الباست، البريزنت او الانفينيتيف، لان احنا قلنا تاني مرة تالتة او رابعة يمكن في الكتاب ده بنقول الانفينيتيف بتاع كل الفيربات هو نفسه البريزنت، ما عدا طبعا مش هنحط اس مع هي وشي وإت، الانفينيتيف بيفضل انفينيتيف مع كل البروناونز ما عدا فيرب بي الانفينيتيف بتاعه هي كلمة بي اي. فهنا بنقول كل نص من الجدول ده متقسم البريزنت او الانفينيتيف وبعدين المعنى وبعدين الباست وبعدين الباست بارتيسيبل، ونفس الحكايه في النص الثاني. وبعدين في regular verb، ده اللي فات ده regular verbs بتنتهي بدي بس، الجدول اللي جاي regular verbs بتنتهي بإي وبرضه مترتبة ترتيب أبجدي. الصفحة اللي بعدها بنقول regular verbs بتنتهي بIED. طيب الجدول اللي جاي هو conjugation بتاع some irregular verbs. irregular verbs هي قدامنا كلها، وبرضو الجدول مقسوم نصين، اللي على الشمال الفابت A B C لغاية ما ينتهي، وبعدين اللي على اليمين برضو الفابت من أول ما يبتدي لغاية ما ينتهي أيا كان. والصفحة اللي بعدها كله برضو تبع الجدول اللي فات. وبقول الآن برجاء قبل الانتقال، يعني ده نهاية الباب الليفل 9 فبقول الآن برجاء قبل الانتقال للباب التالي اقرأ هذا الباب مرة أخرى حتى لا تنساه أبدا، لكي يسهل عليك فهم كثير مما سيأتي إن ما كانش كل مما سيأتي. وبكده نبقى انتهينا من ليفل 9.